السلام البنات، كيف بقيتو؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، الاحوال ديالكم طيبه. توحشتكم كيف ما نتوما توحشتوني، غبرت عليكم. ولكن والله الا راكم عارفين رمضان كيكون فيه شويه ديال العيا مع الوليدات. الحمد لله على كل حال. اليوم جيت نقدم معكم شاورمات اللي كيكونوا صغيورين، ميني شاورما كيكونوا فنين، كيجيو زوينين بزاف البنات. كيف ما كتشوفوا يعني ساهلين، ما نحتاجوش كاع نشريو الخبز تورتيلا، نوجدوه غير في الدار ديالنا هكا ميني خبز تورتيلا كيجي زوين بزاف. الطريقه ديالو ساهله بزاف، وتبقاو معايا وتشوفوا العجين كيف دايره، وتبقاو مع التفاصيل ديال هاد لا فيديو قبل ما نبداو في العجين، ونبداو في الشاورما ديالنا، في ميني شاورما. ما ننساش البنات نفكركم تفعلوا الجرس وتديروا جيم وتبارطاجيو هاد لا فيديو وتشاركوه مع الاحباب ديالكم والاصحاب ديالكم. وهنا البنات، انا عارفاكم ما غاديش تنساوني، مشي تعليق زوين ندوزو عندنا ربعه ديال الفورس، 250 غرام د الفورس. كنديروا معلقه صغيره ديال سنيده الملحه على حسب الذوق، وكنديروا هكا معلقه ديال الخميره حبيبات، وكنديروا 4 المعالق ديال الزيت بلديه. انا درت زيت بلديه، بغيتو ديروا الزيت النباتيه ديروها صافي. وكنجمعوا بالماء يكون دافي غير شويه ولا ما من الصنبور، وكنعجنوا العجين ديالنا. العجين كتكون على هكا، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه، بحال العجينه ديال عاديه، عجينه ديال المطلوع ديالنا اللي كنخدمو. صافي تكون هكا رطيطبه، كنخليوها ترتاح غير واحد شويه، وكنكوروهم هكا كرايات. انا عطاتني هنايا تقريبا شي 16 كره ولا اكثر، على حساب الحجم اللي بغيتو ديروا نتوما. انا درتهم ميني بيتزا صغار كيف ما كتلاحظوا، درتهم شويه كبيبرين. صافي كنحاول نطلقهم بالدلاك بالاستعانه مع الدقيق. ما تقووش الدقيق بزاف بحال هكا من التالي، وحاولوا انكم تنفضوهم هكا بيديكم من تبغوا طيبوهم. صافي ما ترقوهمش بزاف وما تخليوهمش غلاض. هما راه من كنديروهم يطيبوا في المقله راهم كيتنفخوا بحال البطبوط الصغير، ميني بطيبطات اللي كنديروا. صافي درنا هكا في المقيله، ديك الساعه ما كنخليو لا يختمر لا حتى شي حاجه. من كنساليو بالطليق ديالنا كنديروهم يطيبوا هكا، وكنمشيو نكملوا الكميه الاخرى اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا البنات، كما موضح لكم في الصوره، راه كيتنفخ هكا على هذا الشكل تماما بحال الخبز تورتيلا اللي كنشريوه من المحلات. غير هذا كتكوني عارفه شنو كتصوبي فيه، كتصوبيه بيديداتك وعارفه شنو كاين. صافي كنبقاو نقلبوا هكا حتى كتحمر لنا من الجوانب كامله. غير ما تنساوهاش البنات باش ما تحرقش، راهم دغيا كيطيبوا. صافي كنبقاو يدينا كنطلقوا العجين الاخرى واليد كنقلبوا بها حتى كنكملوا الكميه كامله. كندوزو هنا في واحد الكاسرول، ولا شوفوا شنو غديروا نتوما، مقله كنديروا فيها الزيت. انا درت هاد الطنجره هادي كندير فيها الزيت وكنخليه يسخن مزيان البنات، وكندير الصدر ديال الدجاج ديالي. دابا نقول لكم التتبيله اللي كندير في الدجاج. ممكن نديرها الدجاج باش ياخذ داك الصدمه، باش كيعطينا داك التحميره في الاول. الدجاج البنات انا مبيته من قبل، كنتكو كامل بالعود ديال الشواء هكا، وكندير بصله محكوكه، كندير شويه ديال الخردل، كندير دانون السوس، كندير المليحه، سكينجبير، الابزار، الثومه. صافي هذه هي التتبيله اللي كندير، وكنخليه يترقد البنات. كنخليوه يترقد ليله كامله ولا 4 سوايع. من بعد كنديروا له هذه الطريقه، راه كتجي تتبيله زوينه. لا ما عندكمش دانون مسوس ديروا اللبن، يعني ضروري من دانون مسوس ولا اللبن. صافي كنحط الخبيزات ديالي، كندير لا مايونيز، وكندير الصوص الجيريان، وكندير الخس ديالي. الدجاج البنات كيجي واعر بهذه الطريقه. من كتخليو كياخذ داك الصدمه، كيعطينا داك اللون مذهب، كنقصوا النار عليه وكنخليوه يطيب على خاطر خاطرو. صافي راه كيجي هكا على هذا الشكل. راكم شوف من قطعته على شكل طولي باش كيبقاو لنا داك الجناب هكاك محمرين. وراكم كيف ما موضح في الصوره، راه الدجاج طايب. غير نقصوا عليه البوطه ديك الساعه وغطيو وخليوه كيطيب في داك الزويته ديالو. راه كيجي لذيذ بزاف وكيجي لنا مشرب. صافي من بعد ما درت الخس كندير الصدر ديال الدجاج ديالي. اني سابق ليا وشاركت معكم شاورما، بغيتو ديروه في الفران ديروه،
المهم كندير فرماج محكوك وكنحاول نجمع بداك المقيبطات. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ساهل خفيف ظريف، ما كياخدش واحد الوقت اللي طويل بزاف. بصحتكم بصحة فطوركم. كنتمنى نلقاكم فيديو لاحق بصحة جيدة. ما تنساوش البنات دعم القناة، لايك، بارطاج، تفعلوا الجرس وتخليو شي كومونتير زوين. باي باي.